هلو دايما، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله حنشارك معاكم ولا حنجرب معاكم مسكوتشو ولا كعكة. بس قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنسوش كالعاده انه تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر اللايك وتفعلوا زر الجرس، وهذا هو حسابي على الانستغرام اشتركوا فيه. ودوكا let's get started، خلونا نبدا بالفيديو. وقبل ما نبدا شعلت الكوشه على 180 درجه باش تسخن. ثاني حنوجد المول تاعي، حندهنه بالزيت، وثاني ندير له الفرينه باش ما يلصقش. ودوكا حنشارك معاكم المكونات. بسم الله. هنا عندنا كاس زيت، وهنا عندنا كاس حليب، وهنا عندنا كاس سكر، وهنا عندنا 6 بيضات صغار، ولا تقدروا انكم ديروا 4 بيضات كبار، وهنا عندنا 2 خميره كيميائيه نواره. يا بنت الحاره شابه وزهره، يا بنت الحاره. Hey, that's pretty good. عندنا ملح، رشة ملح، وهنا عندنا فرينة، وهنا كذلك عندنا نواة كوكو ولا جوز الهند وكونفيتور، هادو زوج للتزيين. وهذا هو المول اللي وجدته قبيل. ودوكا نحطو رشة ملح، ودوكا حنخلطو بالباتر. A few moments later. ودوكا نحطو السكر تدريجيا ولا يعني بالعقل. ودوكا راح نديرو الحليب. نخلطو غير شويه برك. ودوكا نديرو الزيت. يا جماعة الخير، انقطعت الكهرباء في منتصف التصوير، وها نحن الآن نكمل بضوء الهاتف. وها نحن الآن. ودوكا مازال نحطو الفرينة والخميرة وثاني لافاني ويس. واش نديرو؟ هادي كوبا هادي اوكي. وهنا بعد ما زدت نص كاس فرينة، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. كيفاش تعرفوها بلي طابت؟ هنا تدخلوا الموس كيما هكا، مثلا اذا خرجت ناشفه معناتها راهي طايبه. دوكا خرجتها، دوك نستنى شويه ونزينها. بسم الله، 1 2 3.
مليحة. ودوكا راح نزينوها. بسم الله. هذه هي النتيجة. اكتبوا لي رايكم أسفل في التعليقات.